فيلمنا بيبدأ بأليكس وهو رايح مدرسته الجديدة، وبيقول لوالدته إن هو مش عاوز يدخل المدرسة ديت لأن كان فيها واحدة اسمها سيندي بتعذب الطلبة الجداد وكانت بتتنمر عليهم، وفي 3 من الطلاب دول انتحروا وبيقولوا أرواحهم لسه موجودة في المدرسة. والدته بتعرفه إن مفيش حاجة زي كده وعمر ما إدارة المدرسة هتسمح بالتنمر ده. وبعدها بنروح على مديرة المدرسة وبتكون واقفة مع 3 طلاب متفوقين في المدرسة، أندريا وإريكا وصاحبهم فيري، وبتقول لهم السنة اللي جاية هتكون آخر سنة ليكم في المدرسة ولازم تختاروا الكلية اللي انتوا عاوزين تدخلوها لأنكم أكتر 3 طلاب متفوقين عندي في المدرسة. وهما بيقولوا لها إن احنا هنكون عند حسن ظنك. وبعدها بيدخل طلاب الصف الأول وأليكس بيعجب ببنت معاه في الطابور، وبعدها بيبدأوا يشرحوا للطلاب الجداد تقاليد المدرسة. ومديرة المدرسة بتكلم المساعد بتاعها إن التقاليد بتاعت المدرسة لازم نغيرها، وهو بيقول لها إن التقاليد موجودة من زمان ولازم نلتزم بيها. وفعلا المديرة بتمشي والمدرس بيقعد وبيديهم الإشارة، وأندريا فجأة بيتحول وبيقول لهم انت لازم تسمعوا كلامنا، وأي كلمة تتقال لكم من أي طالب في الصف التاني أو التالت لازم تنفذوها لأنكم دلوقتي انتوا عبيد، ودي تقاليد مدرستنا. طلاب الصف الأول بيكونوا عبيد، والصف التاني بيكونوا بشر، والصف التالت بيكونوا ملوك، ولازم تسمعوا كلامي وما ينفعش حد يشتكي لأهله أو إدارة المدرسة لإلا كل المدرسة هتكرهكم. هي دي تقاليد مدرستنا. وبيبدأوا يلعبوا بيهم وبيعرفوهم ممنوع دخول العبيد الحمام وممنوع يدخلوا كافيتيريا المدرسة، وأي طالب في الصف الأول كعبد لازم يدي التحية للي أكبر منه. وفي يوم كان أليكس عاوز يدخل الحمام وهو خارج بيجيله حد من ظهره وبيخضه، وهو بيخاف جدا، وبتطلع البنت اللي هو كان معجب بيها وبتكون بتهزر معاه، وبعدها بيتعرف عليها وهي اسمها ماجي. وفيري بيشوف صورة أليكس ووالده في مجلة، وفيري بيعرف إن أليكس ابن معالج روحاني ووالده عنده قدرة على رؤية الأشباح. وبيعرف أندريا وإريكا وبيطلبوا منه يخلوهم هما كمان يشوفوا الأشباح، وبيعرفوه إن في 3 طلاب انتحروا من كتر التنمر عليهم، وبيطلبوا منه يستحضر لهم الأرواح، وهو بيطلب من الأرواح لو هي فعلا موجودة ترسم دايرة، وبعدها مفيش أي حاجة بتحصل، وبيعرفوا إن الموضوع كله تخاريف. وفجأة القلم اللي قدامه بيتحرك وهو بيكون مرعوب جدا من اللي بيحصل، وبعدها بياخدوا المذكرات بتاعته وبيروحوا يرموها في أوضة مات فيها طالبة من ال3، وبيطلبوا منه يدخل يجيبها. وفعلا بيدخل يجيب المذكرة، وهو بيمد ايديه عشان يوصل لها بيتفاجئ بمنظر عمره ما هينساه. شبح من ال3 بيظهر له وهو بيخاف جدا وبيجري بسرعة. وبعدها تاني يوم أليكس بيكون بيلم الكور في صالة السلة، وفجأة الأنوار بتطفي عليه وبيبص وراه بيشوف ال3 أشباح حواليه، وبيخرج وبيجري بسرعة وبيخبط في فيري، وفيري بيكون متنمر وبيفضل يضرب فيه. وبعدها فيري بيكون في الحصة بتاعته وبيتفاجئ بصوت بيقوله انت هتموت زي والدك. وبعدها بيخرج بسرعة من الفصل وبيقابل إريكا وهي بتبتسم له، وبيطلع وراها فوق سطح المدرسة وبيحاول يتكلم معاها بس هي ما بتردش عليه. وبيبص تحت بيلاقي إريكا موجودة في الحوش، وبيتفاجئ باللي جنبه شبح من ال3 وبيحدفه وبيرميه من فوق سطح المبنى. وأليكس بيجي وبيشوف ال3 أشباح واقفين فوق. وبيعدي شهر على الحادثة وإريكا بتكون طالبة من أليكس يعمل لها الواجب بتاعها، وبيروح يديلها الواجب وبتزقه وبتبعده بعيد عنها. وفي آخر اليوم بيكون بيتمشى مع ماجي صاحبته وبيقول لها أنا خايف أكون استحضرت الأرواح فعلا ويكون عندي قدرة زي قدرة والدي. وهما بيتكلموا إريكا بتيجي وبتضربه وبتقوله انت عملتلي الواجب بتاعي كله غلط، انت مجرد فاشل، وبتضربه وبتمشي. وبعدها بالليل إريكا بيكون عندها حصة سباحة وبتروح عشان تتدرب، وبعد ما بتخلص تدريب بتكون واقف فوق المنط بتاع حمام السباحة وبتستعد ان هي تنط، وفجأة بيظهر لها شبح قدامها وبتقع وبتموت في حمام السباحة. وبعدها أندريا بيروح يتكلم مع مساعد المديرة وبيعرفوا ان هو شاكك يكون أليكس هو السبب وممكن يكون استدعى شبح عشان يأذيهم، ومساعد المديرة ما بيصدقهوش وبيمشي وبيسيبه. وأليكس بيتكلم مع والدته وبيقول لها هو فعلا والدي عنده قدرة على رؤية الأشباح،
قالت له والدك كان بيشوف الأشباح بس بيظهروا له عشان يساعدهم. قال لها يعني مفيش أشباح ممكن تأذي؟ قالت له بيكونوا محتاجين مساعدة بس. وأليكس بيروح يدور على ماجي وبيدخل أوضة، وفجأة التلفزيون بيشتغل لوحده، والطلاب اللي انتحروا بيكونوا هما اللي موجودين قدامه، وبيقولوا إن هما معرفوش الطالبة اللي ماتت وإن هما في سنوات مختلفة عن بعض. وفجأة الأشباح بتظهر وراه وبيخاف جدا وبيجري بسرعة. وبعديها بيقابل ماجي وبيقول لها إن هو قابل ال3 أشباح من تاني، وإن هما أكيد عاوزين يوصلوا لي رسالة وعاوزين يعرفوني حاجة أنا مش عارفها. وفجأة بيظهروا قدامه وبيشاوروا له على المكتبة، ولما بيدخل الطلبة اللي أكبر منه بيطردوه برا المكتبة. وبعدها بيخرج يتكلم مع ماجي وبيقول لها إن هو لازم يدخل المكتبة، وأكيد في سر أنا لازم أعرفه، وإن الأرواح ديت مش شريرة، الأرواح ديت محتاجة مساعدة. وبيطلب منها إن هي تيجي معاه بالليل المكتبة، وهي بتوافق. وأندريا بيكون بيراقب أليكس من بعيد وبيعرف إنه هو في المدرسة وبيكون عاوز ينتقم منه. وأليكس بيقابل ماجي وبيدوروا على ال3 طلاب اللي انتحروا، بس أليكس بيدور في الدفاتر بيكتشف إن هما كانوا في المرحلة التانية، معنى كده إن ما كانش في حد يقدر يتنمر عليه، وبيفهم إن كده في حاجة غلط. وبعدها بيدور على سيندي عشان يعرف هي إزاي كانت بتتنمر عليه، وأول ما بيشوف صورتها بتطلع اسمها ماجي سيندي، وبتكون هي صاحبته اللي كانت معاه طول الفترة اللي فاتت. وبعدها سيندي بتختفي من قدامه، وال3 طلاب بيظهروا، وسيندي بتروح عشان تقتل أندريا، بس أليكس بيدخل في الوقت المناسب وينقذه، وبيقول لها أنا فهمت كل حاجة، القصة القديمة كلها كانت غلط، انت كنت طالبة في الصف الأول وال3 طلاب هما اللي كانوا بيتنمروا عليكي، وانت كنت ضحية ليهم، وكان عندك مشكلة في القلب وكانوا بيخلوكي تجري قدامهم لحد لما في يوم وقعتي ومتي، وهم حكولي على كل حاجة حصلت عشان يكفروا عن ذنبهم ده، وبعدها انت انتقمتي وقتلتيهم. وماجي قالت له لازم انتقم من كل شخص متنمر في المدرسة، وقالت له لازم اعذبهم زي ما عذبوني، وابتدت تسحب أندريا عشان تقتله، وقال لها ان انا هحاول اغير عادات المدرسة، كل الطلبة هيكونوا زي بعض، احنا كلنا بشر، مفيش حد في المدرسة هيتنمر على حد ضعيف، كلنا هنبقى زي بعض، بس ارجوكي سيبيه يمشي. وماجي بتثق فيه وبتقوله اتمنى ان انت تغير المستقبل. وبعديها أليكس بياخد أندريا وبيمشوا من المدرسة، وبتعدي سنة وأليكس بيكون في الصف التاني، وبيكون غير كل التقاليد اللي موجودة في المدرسة، وبيكلم طلاب الصف الأول وبيقول لهم انتوا ممكن تروحوا في أي مكان في المدرسة براحتكم وتقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، كلنا هنا زي بعض بشر. وبعدها بيشوف خيال ماجي وبيخرج يبص عليها وبيشوف روحها وهي فرحانة، وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.